حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. تعالوا حبايبي النهارده نعمل الفشه مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل الفشه بطريقه سهله وبسيطه وحلوه خالص، لان في البعض مننا ما بيحبش الفشه. ان شاء الله يا حبايبي اللي هيعملها بالطريقه دهيات ويمشي على الخطوات ديت مظبوطه ان شاء الله هيحب الفشه وهياكلها وهتبقى تمام ما شاء الله معانا. تعالوا يا حبايبي نشوف اول خطوه وهي اهم خطوه في طريقه عمل الفشه اهي. النظافه يا حبايبي، الحاجات دي لازم ننظفها كويس خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الفشه عندي كامله يا حبايبي زي ما هي اهي، بس انا قسمها نصين. الفشه يا حبايبي فيها الاورده والانسجه ديت، لازم نفتحها كويس من هنا ونضرب الميه فيها لغايه ما نطلع اذا كان في دم او اي حاجه في الاورده ديت من جوه. لازم نطلعها وننضفها كويس علشان ما تبوظ الطعم معانا وتبوظ ريحه الفشه. نضفتها كويس يا حبايبي تحت الميه. في هنا الزور عندي هنا ده فتحاه من جوه ومنضفاه. فيه دهون، فيه ما نرميش الدهون ديت، لان الدهون ديت احنا عايزينها علشان تدي طعم للفشه بتاعتنا. الزور زي ما هو يا حبايبي انا مقطعاه لاربع قطع وفتحاه اهو. وفي دهون كمان تاني ديت اللي بتبقى على الطبقه اللي بتبقى على الفشه من بره. برضو ده مش هرمي، ده مش هنستخدمه، ده مش هناكله، بس انا هخليه في السلق، لان الفشه بتاعتنا حبايبي هنسلقها من غير ميه خالص. لان الفشه بطبيعتها هي يعني حاجه عامله زي ايه، زي البالونه، بس من تفخه خالص. بصوا يا حبايبي فاتحه الاورده كلها في الناحيتين ازاي اهي. لان زي ما قلت لكم يا حبايبي اهم خطوه عندي هي النظافه. غسله كويس يا حبايبي بعد ما فتحت الاورده والانسجه اللي فيها ديت، غسلها كويس، مفرغت اذا كان دم او اي حاجه فيها. نجحت في الخل والليمون وحبه ملح كده بسيطه، ملح ابيض بسيطه خالص، ونجحت فيها لمده ساعه بالظبط، لغايه ما حسيت ان هي ريحتها بقت حلوه ما شاء الله عليها. الخل بطبيعته ما بيخليش اي حاجه خالص، اي ريحه زفره او اي حاجه. وهي نيه كده قبل السوا معايا لازم اتاكد ان هي ما فيهاش اي ريحه زفره. تعالوا يا حبايبي نروح على النار نشوف هنعمل ايه في الفشه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا حبايبي معايا معون واسع، لان لازم المعون بتاعي يكون واسع اللي انا هسلق فيه. بسم الله. ما فيش يا حبايبي اي ميه ولا اي حاجه احطها. معايا هنا جزر اخضر، معايا بصلايه، معايا حبيتين طماطم صغيرين، معايا حبه فلفل رومي، ممكن تستبدلوه بسخن لو فلفل سخن اللي هو الحار لو عايزين. حبتين 2 توم يا حبايبي اهم، 2 بس كده فاصلين كده، مش مقطعين ولا حاجه. معايا شرايح ليمونه واحده ومشرحاها كده هتنزل مع الخضار هنا. بسم الله. مفيش اي ميه يا حبايبي ولا حاجه زي ما قلت لكم. معايا هنا ورق لورا، معايا بيضه صيني، 4 حبات قرنفل، ومعايا كمان يا حبايبي جد 7 حبات اللي هي حبهان. برضه مفيش حاجه يا حبايبي مطحونه. بسم الله. احنا في المرحله دي مش هنحط اي توابل مطحونه. نزلت كده يا حبايبي بالخضار والتوابل دي البهارات دي اللي هي مش سليمه مش مطحونه. هنزل بالدهون بتاعت الفشه. بسم الله. الفشه يا حبايبي زي ما هي حطها سليمه كده، انا قطعها شقين بس، لان زي ما قلت الفشه كامله عندي مش مقطعه ولا حاجه. بتبقى عندنا الفشه في المناسبات يا حبايبي ديت زي ما هي في عيد الضحيه. كل سنه وانتم طيبين، كلنا بنذبح طبعا وعارفين ايه ان الفشه بتبقى متوفره في البيت، سواء كانت ماعز او ضاني او عجالي. فبنبقى يعني ايه مستثقلينها، مش عارفين العيال هياكلوها ولا مش هياكلوها، احنا هنعملها ازاي ومش هنعملها ازاي. لا الطريقه دي حلوه خالص يا حبايبي، وان شاء الله كل اللي هيجرب الفشه بالطريقه دي هيحبها والله وهياكلها على طول ان شاء الله. سليمه يا حبايبي زي ما هي كده، مش هحط ولا حبه ميه خالص، هغطي عليها كده وهسيبها معاكم لغايه ما تنزل ميتها خالص، وبعدين هوريها لكم تاني. مفيش ملح طبعا، مش هحط ملح دلوقتي، هحط ملح لما تدخل في مرحله السوا. وبعدين هنرجع مع بعض يا حبايبي نشوف هي تنزل كميه ميه قد ايه، ونسيبها على النار، نوطي عليها النار اول ما تنزل ميتها وتغلي، نوطي عليها النار خالص ونسيبها تستوي براحتها، وبعدين نرجع بعد السوا نشوف هنعمل ايه. تعالوا يا حبايبي نشوف الفشه بتاعتنا اهي بعد ما غلت. بسم الله. بصوا يا حبايبي كميه الميه اللي منزلها قد ايه دي من نفسها والله، ما حطيتش اي ميه فيها يا حبايبي اهي. لون الجزر والطماطم فيها عامل ازاي اهي. هنغيب يا حبايبي كل شويه والتانيه ونيجي نقلبها كده ونهدي عليها النار، لان النار عاليه خالص. بسم الله. كده خلاص هنهدي عليها النار. الفشه يا حبايبي ما بتاخدش سوا، فاحنا هنسيبها بميتها كده زي ما هي، بس النار تكون واطيه عليها كده. شايفين الميه قد ايه يا حبايبي، هتسويها وزياده. مش عارفه الكاميرا جايبه لكم الميه ديت ولا لا. بسم الله. الميه يا حبايبي هي اللي منزلاها، ولسه كمان هتنزل ميه تاني بعد ما هديت عليها النار، لسه هتنزل ميه تاني. جايبه الكاميرا كده الميه يا حبايبي اهي،
الميه اهي تحت منزلها الفشه منها لنفسها كده. دايما يا حبايبي نحط الفشه في معون واسع، لان الفشه بالذات بتغلي كده وتعمل درجه فوران جامده وتكب مننا وتبهدلنا البوتاجاز وتبهدل المطبخ. فاحنا لما نوطي عليها النار يا حبايبي ونحطها في معون واسع مش هتبهدل مننا الدنيا، ونسيبها تستوي براحتها على النار لغايه ما تستوي يا حبايبي. وهرجع معاكم نقطعها مع بعض ونشوف هنسويها ازاي. تعالوا يا حبايبي نشوف الفشه بتاعتنا بعد ما استوت اهي. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي الميه بتاعتها اللي هي منزلاها زي ما هي، والفشه استوت ما شاء الله اهي بالحاجات بتاعتها اهي، ولسه فيها كمان ميه تاني اهي. دلوقتي هشيلها من على النار وهبدا اقطعها يا حبايبي، لان زي ما انتم شايفين هي القطع كبيره بتاعتها اهي. هوريكم هي مستويه ازاي اهي ما شاء الله. بصوا استوت ازاي اهي. دلوقتي هطلعها يا حبايبي وهقطعها وهرجع معاكم نشوف هنعمل ايه. حبايبي انا طلعت خلاص الفشه هقطعها، استنيت عليها طبعا شويه لما بردت، وقطعت هنا كمان 3 بصلات شرايح كده طويله بسم الله، ومعايا 4 فصوص ثوم قطعتهم برضه حلقات يا حبايبي كده كبيره مش قطع صغيره ولا حاجه، وهنا طماطم وفلفل حراق وفلفل بارد رومي. ده بعدين هنستخدمه، بس دلوقتي انا هشوح البصله علشان اكسب وقت يا حبايبي وما اتاخرش ولا اعمل في الحاجه بتاعتي. على بال البصله دي ما تتشوح شويه كده لونها يصفر بس اكون انا قطعت الفشه بتاعتي هنا بسم الله. انا هقطع يا حبايبي شرايح كده اهو، هعملها شرايح صغيره طبعا مش كبيره، وانتوا حسب ما تحبوا التقطيع ده براحتكم، انتوا حسب ما تحبوا. ممكن تقطعها كده زي البانيه، وممكن على فكره تعملوها بانيه بالطريقه دي بس بعد السوا برضه. البصله شرايح طوليه يا حبايبي كده مش ناعمه ولا حاجه. شايفين يا حبايبي لون الفشه من جوه عامل ازاي؟ بصوا مستويه ازاي ولونها جميل وحلوه، الفراغات بتاعتها نظيفه ازاي من جوه ما شاء الله اهي. وانا ملحت على فكره يا حبايبي بس ما ملحتش معاكم، حطيت ملح في السلق اول ما دخل في مرحله السوا. هقطع كل الكميه يا حبايبي بالشكل ده لوحده كده واحمر البصله، وقبل ما انزل بيها على البصله هنا هشغل الكاميرا معاكم تاني عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. بس خلاص يا حبايبي انا قطعت الفشه بتاعتنا اهي كميه كبيره ما شاء الله. لو حابين يا حبايبي تخزنوا منها، لو دي كتيره عليكم الكميه دي وحابين تخزنوا منها عادي حطوا شويه في كيس كده بتاع الثلاجه ودخلوه الفريزر، وقت كده نكون مستعجلين نطلع ونستخدمه تاني. هنزل دلوقتي بالثوم يا حبايبي 4 فصوص بس ثوم زي ما قلنا اهو. ريحه الثوم بس هتطلع كده مش هحمر الثوم خالص، ريحته تطلع بس. وهنزل بالفشه بتاعتنا على البصل والثوم. خلاص يا حبايبي ريحه التومه طلعت كده، هنزل بالفشه بتاعتنا اهي بسم الله. انا ما كترت الزيت يا حبايبي، ده زيت ذره انا حطاه لان هي هتنزل برضو نسبه دهون بسيطه. هي الفشه ما فيهاش دهون بس انا عشان حطيت الحاجه بتاعتها معاها فشايله دهون من الدهون اللي نزلتها معاها، بس مش هنزل طبعا الدهون في الطبق بتاعنا لان شلت الدهون دي الزياده مش هستخدمها يعني. هشوح فيها يا حبايبي كده لغايه ما احس ان الفشه بتاعتنا اتشوحت شويه في البصله، وبعدين هنزل عليها بالفلفل والطماطم. هشوحها يا حبايبي وهرجع معاكم نحط الطماطم والفلفل. خلاص يا حبايبي اتشوحت في البصله اهي، البصله خدت لون ذهبي حلو. وقطعت الزور كمان يا حبايبي حطيته معاها، متنسوش الزور ده جميل خالص كده. هنزل عليها بالفلفل والطماطم بتاعتها. انا عامله الطماطم طرنشات كده والفلفل برضه حلقات كده اهو بسم الله. هقلب فيها يا حبايبي لغايه الطماطم ما تتسبك والفلفل يدخل في درجه السوا كده يتغير لونه ويدبل معايا شويه، وبعدين هفصل عنها النار وهنزل بالتوابل. اخر حاجه يا حبايبي احطها التوابل. خلاص يا حبايبي انا هسيبه شويه كده على النار لغايه الطماطم بتاعتنا والفلفل ما يدبل، وهرجع معاكم نحط التوابل ونقدم مع بعض.
خلاص يا حبايبي استوت تماما اهو. تعالوا هنضيف البهارات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كزبره مطحونه يا حبايبي معلقه كبيره اهي. بسم الله. وزيها معلقه فلفل اسود، 7 بهارات، معلقه كمون صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مظبطه الملح بتاعي في البصل يا حبايبي، فمش هضيف ملح تاني. تظبطوا الملح بتاعكم على حسب المزاج بتاعكم، حسب ما تحبوا الملح بتاعكم. لما نحط التوابل بتاعتها يا حبايبي في اخر حاجه كده بعد السوا، يطلع ريحه جميله خالص، وطعم التوابل يبقى ظاهر فيها. لكن لما نحط الطبخ معاها ما يضيع طعم التوابل منها. خلاص كده يا حبايبي، تعالوا نقدم مع بعض. خلاص يا حبايبي كده النهارده يا حبايبي هنقدمها مع سلطه خضراء ما شاء الله بالجزر والبقدونس، وهقدمها مع الرقاق الصعيدي بتاعنا ده ما شاء الله. ده ان شاء الله هبعمل معاكم على القناه يا حبايبي. الرقاق ده جميل خالص معاها. بس ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير علشان ان شاء الله يوصلكم منه كل الوصفات السهله السريعه. بالهنا والشفا.